السلام عليكم. اللي متابعني على الانستا عارف اني بعد ما خلصت تصوير امبارح طلع مفيش صوت بسبب البطارية، كل تعبنا راح على الارض، ولكن حاجة زي كده خلتنا نغير المكان خالص، فغيرنا اللوكيشن لحاجة اجمل واجدد تليق بجمالكم. وهستنى رايكم في الكومنتات، تقولوا لي ايه رايكم في المكان الجديد وايه رايكم نكمل السلسلة ديت فيه. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تقدر تسيبه تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. وبرضه لو عندك تخصص معين عايزنا نستضيفه الحلقات الجاية اكتبه لنا تحت في الكومنتات. اتمنى المكان يعجبك واتمنى الحلقه تعجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وبس يا سيدي، استمتع بالحلقه. اتكلم كده. السلام عليكم. تيست 1 2 3 1 2 3. لا انا زي الفل. يلا انت صورت؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا ادهم؟ والله بخير والحمد لله. ايه رايك في امبارح؟ والله الحمد لله عدى على خير. الحمد لله. ان شاء الله النهارده عاملين تيست عشان نتاكد بقى. الحمد لله. انا حازم طاهر، عندي 21 سنه، بدرس هندسه طبيه من التجمع الخامس من مصر. انا قعدت حوالي 15 او من ثانيه ابتدائي لغايه ثانيه ثانوي، ونزلت على ثالثه ثانوي في مصر. جميل جدا. بس وكنت جايب الدنيا في مصر في اخر سنه يعني منك كانت ثانوي كله في السعوديه. كشمار كابوس. هندسه طبيه هي عباره عن علوم طبيه وعلوم رياضيه، وطبعا بندرس فيها بيزكس ساينس وكده، بيولوجي، اناتومي. التخصص ده اللي خلاني اخشه ان هو بيجمع بين حاجتين انا كنت بحبهم جدا، البيولوجي اللي هو العلوم الطبيه زائد الرياضيه. فانا لما كنت في ثانيه ثانوي كنت بختار طبعا اخش علم علوم يا علم رياضه، لغايه ما رسيت اللي انا اخش على علم رياضه. وكان من تقريبا من ثانيه ثانوي وانا مخطط ان انا اخشها، لان هو مجمع بين ثلاث حاجات بحبها: الطب والمواد في الطب ومواد في الهندسه والبرمجه. انا اساسا قبل ما اخش خالص كنت ناوي على برمجه، بس لقيت ان هي كتير جدا وممكن تيجي بالكورسات، فرست. يعني مش التخصص اللي بتاخد له الكليه ودراسه وكده بالظبط. لا هو في ناس طبعا بتبقى بروفيشنال فيه، بس ممكن توصل بالظبط. هو اكيد مش هوصل لنفسهم مستواهم، بس هبقى قريب منهم. اخترت في روسيا بسبب ان انا لما كنت في مصر كانت تقريبا الجامعات نفس اسعار هنا، ف اخترتها بره احسن. بس والمستوى طبعا بتاع الجامعات اللي انا داخلها تحديدا كانت اقوى من جامعات كتير في مصر، عشان زي ما قلت لك ان هو بيجمع بين حاجات بحبها وليه مستقبل كبير جدا. تحديدا كخليج مصر لا، لان هم معظم اللي شغالين في مصر فيه شغالين كمندوبين. في الخليج شغال كويس جدا، وتحديدا في المانيا. اكيد زي ما جيمي قال، طبعا الغربه هي اللي بتغير مش التخصص. وطبعا بس التخصص ده خلاني اخد كل حاجه بشكل تحليلي اكتر. تحليل اللي هو تفكير بعمق اكتر، يعني بما ان هو تخصص معتمد على العلوم وعلى الرياضيات. انت بتدرس هو طبعا التخصص ده من اصعب التخصصات اللي موجوده في هندسه. المواد بتاع الطب طبعا اناتومي وفيزيكس وبايوكيمستري والحاجات دي كلها، وجزء من هندسه. هو 220,000 روبل. بواجه الصعوبه دي بتختلف من شخص للتاني. مثلا كان في شخص بيحب مواد طبيه اكتر، المواد الرياضيه بتبقى بالنسبه له اصعب. كان بالنسبه لي انا كحازم كنت بواجه فيه صعوبه طبعا. كان في صعوبه في الاول بسبب ان حاجه جديده ولغه جديده، فبالنسبه لي كان في شويه صعوبه في الاول، بس الحمد لله دلوقتي ماشي. شايف ان ليه مستقبل. هو ليه مستقبل طبعا، لان الدنيا كلها في تطور، وطبعا الدكاتره ما يقدروش يستغنوا عن الاجهزه الطبيه. فالاجهزه الطبيه دايما مهمه في اي مستشفى وفي اي، مش هتفتكر حاجه على الاقل هتصير بالظبط. واكيد الحاجه دي دايما مطلوبه. التطور زي ما انا قلت لك، الاجهزه الطبيه دايما بتتطور وفيها تطور دايم. شايف نفسي فين؟ شايف نفسي ان انا مش هستقر طبعا لا هنا لا في روسيا ولا في مصر، يا اما في الخليج وده بنسبه قليله، يا اما في المانيا وده الاحتمال الكبير. لو انت عندك شغف طبعا بالحاجات اللي انا قلتها، اللي هو العلوم الطبيه والرياضيات، واللي هو العلوم الرياضيه وزائد البرمجه، خش وانت مطمن. لكن لو انت مالكش اي حاجه في دي، يعني ما بتحبش مثلا بيولوجي ولا بايوكيمستري ولا بايوفيزيكس، ما تخشوش نهائيا ولا تفكر فيه، ولا ليك دايما من الكهرباء، لان هو التخصص مبني كبير على الكهرباء والفيزياء. بخصوص الجامعه ده تحديدا السنه دي بدا يحصل مشاكل في خصوص السكن. طبعا انت طبعا عارف السكن الفتره دي بقى يدوك طلوع الروح غير لو انت طبعا من الناس الكبار، يعني من سنه ثانيه لفوق، من ثالثه يعتبر، من ثالثه وبيوفروا لك كل حاجه. لكن الناس اللي بتبقى جايه جديده بيبهدلوهم، بيقعدوهم ب3 شهور الكلام ده. بس بشكل عام مش على التخصص، يعني بتكلم عن التخصص. لا كان في صعوبه في التعامل في التخصص، في التعامل مثلا في اللي هو شؤون الطلبه شويه
كلامهم ناشف. طيب بالنسبه للدكاتره، الدكاتره بقى، بخصوص الدكاتره مواد عندي، هو معظم الدكاتره فيهم كويسين، وفيهم اللي بيحتاج اللي انت تذاكر له، وفي اللي عنصري خالص اللي هو مهما انت تذاكر فيه ما فيش فايده معاه. مثلا زي ما انا كنت لسه بحكي لك، العنصريه عندي دكتور عنصري جدا، بيعاملنا احنا كجانب مع بعض بطريقه وحشه جدا، ويقللك دايما في الدرجات مع ان انت مسلم نفسي زي الروس بالظبط، بس هو دايما بيقللك كاجنبي. بس يعني هو بالظبط هو عنده عنصريه دايما. اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد. مش سهل. مش سهل خالص. هو زي ما انا قلت لك اصعب تخصصات جامع بين 3 حاجات: برمجه وطب ورياضيات. فدول من اصعب الحاجات الموجوده عامه. اكيد من غير تفكير. لما تخيل فيه طلع فعلا هو يستاهل يستاهل التعب بتاعه. ان انت هتبقى بعدين حاجه تانية خالص. لا خالص، ما ضيعتش وقت، واي وقت كنت بضيعه فيه كان يستحق التخصص ده جدا، يستحق الاجتهاد اللي اجتهدت عشانه. حلو. طيب عندنا حاجه كده لكل ضيف اللي هو بيكتب رساله. اكتب لك رساله بس كده من عينيا. ماشي، تكتب رساله يعني من التخصص بتاعك للناس ماشي، هكتب لهم رساله خاصه بالتخصص بتاعي. خلاص ماشي. روتش كموازنه. اوبا. وكتبت الأجهزة الطبية عبارة عن أدوات بتمسك بإيد الدكتور وتزيد من قيمته. الأجهزة الطبية دايما بتساعد الدكاترة في شغلهم، وطبعا زي ما انت عارف لو ما فيش أجهزة الإكس راي والكلام ده كله مش هتعرف مثلا كسر في الرجل ولا فدايما الأجهزة دي بتساعد من الدكتور. وطبعا لو في حد عنده حصل له بتر في رجله، فانت طبعا الأجهزة الأطراف الصناعية بتساعده إن هو يقدر يكمل حياته عادي. طب الاطراف الصناعيه دي التطور بتاعها بيكون في ايه بقى؟ في الربط بالاعصاب ولا بالمخ؟ الحركه بتاعتها ولا بالمخ. عباره عن هي بتستقبل اشارات من المخ، فبالتالي بتقدر تخلي ان الطرف ده يتحرك كانه حاجه من جسمك. طرف من جسمك كانه جزء واحد بيتحرك على حسب مخ. بالظبط. حلو. طيب مش عارفين نشكرك ازاي على اللقاء. حبيبي ادهم، تعبت معانا وصورنا امبارح والنهارده. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس اتمنى ان شاء الله المفيد دوت يكون سبب، وكلامك الجميل دوت يكون سبب في حد ما كانش عارف وما كانش فاهم التخصص ويرشده في اللي جاي ان شاء الله، عشان باذن الله تكون سبب. ولو حد يحتاج اي سؤال ممكن يكتبه في الكومنتات وانا اجاوب ان شاء الله. ما تنسوش هيكتب لكم هيرد في الكومنتات عليكم باذن الله. بالذات كمان ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عشان يوصلك كل جديد. حبيبي ادهم، حبيبي، وربنا يوفقك ويكرمك، وان شاء الله نكون معاك في لحظه التخرج كده. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم يا حبيبي. مش تيجي معايا؟ طبعا. جميل قوي. تعرف كده يا ادهم؟ ايه؟ انت عارف ان الاجهزه الطبيه بتتعادل في مصر ان هي السلام عليكم. شغاله؟ سلام. انت عارف ان الاجهزه الطبيه بتتعادل في مصر مش جهاز طبي، مش المعدات الطبيه، بتتعادل كهرباء. يا جدع يعني هي احنا نسينا نقول المعلومه دي. الاجهزه الطبيه دي قسم من اقسام كهرباء. يعني انت مهندس كهرباء ممكن تخش هندسه طبيه؟ هي قسم من اقسام كهرباء في مصر. يعني هي انت تخصص كهرباء؟ ايه؟ ايوه طبعا. يعني انت تطلع اسمك مهندس كهرباء. هو بتتعادل في مصر في الشعب بيكتب لك كهرباء. حاجات غريبه بصراحه. في مصر دراسه طبيه، دراسه القاهره ومشروع الكليه بس. خش الاول تخش. لا موجوده في كذا جامعه ثانيه، موجوده في فيوتشر واهليه برضه. تخش اول حاجه اعدادي، بعد تخش كهرباء، وبعد كده كهرباء وتخصص فيها. وتخصصك في مصر بيبقى عدد الساعات في الطبيه بيبقى قليل. يعني على عكس سنتين صح؟ اخر سنتين. اخر سنتين. انا واحد صاحبي كان متخصص فيها. والله؟ والله. في جامعه في مصر. سنتين او سنه قليل جدا مضيع 3.